ازيكم عاملين ايه؟ انا لولا عايمر. لو اول مرة تشوفوني ما تنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك للقناة عندي في اليوتيوب. عاملين النهاردة مع بعض كده ايه؟ خلطة المحشي عشان نلحق نخزنها في رخص كده. يعني البصل رخيص شوية والطماطم رخيصة، فانا قلت اجهز كده خلطة المحشي واشيلها في اكياس ونشيلها في الديب فريزر. وبرضو علشان نستعد لرمضان عشان تبقى الحاجة سهلة معانا كده، عشان نقدر بقى نقرأ قرآن ونسبح ويبقى ايه اليوم بتاعنا ظريف في رمضان، ما يبقاش علينا مجهود كبير قوي في الاكل وننسى رمضان بقى اللي المفروض هو جاي علشان ايه. يلا بينا بقى نبتدي كده. هنعمل ايه؟ انا هنا جبت 1.5 كيلو من البصل، قطعته كده وحطيته في الكبة وهضربه. مش هنعمه قوي، انا هضربه يبقى يكون خشن شوية. كده بقى تمام معايا. وهنا هجيب برضو 1.5 كيلو من الطماطم، كون غسلاها ومقطعاها. انا جبت البصل الكيلو كان ب15 جنيه، والطماطم كنت جايبه كيلو ب5 جنيه، فقلت فرصه والله ان انا ايه ابتدي اجهز حاجه زي كده واشيلها في الفريزر. يعني لو حابه اعمل محشي او حاجه تبقى على الحاجات البسيطه، تقوير كده، تبقى ايه الدنيا سهله معايا. انا ضربت الطماطم هنا ما خليتهاش عصير، انا هخليها عباره عن قطع ناعمه شويه. يعني هضربها كده ضرب اللي هو ما يبقاش معايا عصير طماطم. زي ما انتوا شايفين كده قطع، مش عصير، يعني بتقع زي ما انتوا شايفين كده من المعلقة. هنا بقى هجيب الحلة بتاعتي على النار وهحط فيها 2 معلقة كبار، 3 معالق كبار من السمنة البلدي. ممكن نعملها سمنة وزيت، ممكن نخليها سمنة بس، ممكن نخليها زيت بس، زي ما انت حابة. بس تكون المادة الدهنية بتاعتي تكون زيادة شوية، علشان البصل ده بصل أبيض فبياخد سمنة كتير، يعني بياخد من المادة الدهنية كتير. هنزل كده بقى بالبصل بتاعي وابتدي اقلبه كده بقى في المادة الدهنية او في السمنة. هبتدي بقى احط معايا كده 2 معلقة كبار من الملح، مرقة. حطي بقى مرقة زي ما انت عايزة، ودي ممكن حاجة اختيارية. هحط 2 أو 3 مرقة فراخ، مرقة لحمة، المرقة خضروات، زي ما انت حابة. وهروح حاطة 2 معلقة كبار من الفلفل الاسود. هقلب كده لغاية لما البصل بتاعي زي ما انتوا شايفين مش هياخد لون، يدوبك يدبل كده. هنزل بقى بكزبرة ناشفة، يعني نص معلقة عشان ما تغيرش معايا طعم المحشي، ونص معلقة من الشطة. هنا هحط معلقة كبيرة من بودرة الثوم، ومعلقة كبيرة من بودرة البصل. هقلبهم كده مع بعض، وانزل بمعلقة كبيرة من الكركم. والبابريكا بحط برضو معلقة، معلقة ونص، علشان تخلي الصلصة معايا لونها احمر وحلو كده. بقى هنزل بالطماطم بتاعتي زي ما انتم شايفين، بصوا قطع ازاي صغنطوطة قوي، مش عصير. احلى حاجة بقى في خلطة المحشي دي ان هي بتكون جاهزة معاكي، ان انت بتحطي الرز وتحشي على طول. في حاجة انا ما صورتهاش خطوة، اللي هو انا غسلت الخضرة بتاعتي، جبت حزمة كبيرة من البقدونس وزيها كزبرة وزيها شبت. غسلتهم كويس جدا طبعا وقطعتهم صغير قوي. هنا حطيت 3 معالق من الصلصة. اقلب بقى المكونات بتاعتي دي كلها، وحطيت نص معلقة كده من السكر عشان اعادل الحموضة بتاعة الطماطم.
هسيبها بقى لغاية لما تتسبك معايا. مش هتتسبك تسبيكة كاملة، هي دوب بس اللي هو ايه البصل كده مع الطماطم كده ايه اخدوا نص سوا. هنا انا سبت الخلطة بتاعتي دي تبرد تماما، ودي خطوة مهمة اني لازم الخلطة تبرد، وهنزل بقى بالخضرة اللي انا قطعتها عليها. ليه؟ انا مش عايزة الخضرة تدبل، عايزة لون الخضرة يكون لونها اخضر، لاني لو اتعرضت لحرارة خلاص هي كده هتغمق مني. فبسيب الخلطة تبرد تماما واروح نازلة بالخضرة بتاعتي. هجيب بقى الأكياس بتاعتي اللي أنا هعبي فيها، ممكن أكياس، ممكن علب، اللي موجود عندك ممكن تعمليه. وهعاير كده الكيس هيكون على قد مثلا أكلة محشي. فهروح واخدة كده بالمعلقة بتاعتي معبية الخلطة. بصوا بقى الخضرة لونها أخضر ازاي، ما دبلتش معايا ولونها مغيرش، لان الخلطة بتاعتي كانت اوريدي بردت. فخلاص انا ايه بقيت مطمنة ان حتى لو دخلت الفريزر الخضرة هتطلع بلونها. هعبي اكياسي بقى كده كلها، واحاول مثلا اعمل اكياس كبيرة، اعمل اكياس صغيرة. لو مثلا لو عزومة يبقى في كيس معايا كبير للخلطة، بس بطلعه يسيح، اروح منزله عليه الرز بتاعي وتحشي على طول. مش محتاجة بقى تحطي على نار ولا محتاجة تعملي اي حاجة، اهم حاجة بطلع الهواء منها تماما كده، واروح سايبة مسافة علشان ما يفرقعش. فاروح سايبة مسافة كده زي ما انتوا شايفين، واروح دايسة عليه او مبطبطاه كده هوت، وارصهم كده فوق بعض في الفريزر، مش هياخدوا مني مساحة. وكده خلاص خلطة المحشي بتاعتي جاهزة. وزي ما قلت لكم بتطلع يا دوبك تسيح، وتنزلي عليها بالرز وتحشيها اي بقى حاجة انت عايزاها. يا رب اكون كده قدرت اوصل المعلومة بطريقة حلوة وتحبوها، وجربوا وقولوا لي رأيكم ايه.